بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله نعمل معاكم البانيه بطريقة جميلة جدا، ما يخليش الطبقة اللي عليه تفك ولا اي حاجة. اول حاجة اهم حاجة ان احنا نغسله بالطحينة والدقيق والملح كويس قوي قوي قوي، لان الطحينة احنا اتفقنا بتحوش منه اي زفارة. تمام، ونحط عليه شوية مية ونغسله كويس قوي قوي، وبعد كده نشطفه ونصفيه. وعندنا هنا بصلاية تمام مقطعينها، وعندي فصين توم. انا عايزه التوم والبصل يضربوا في الكبه او في الخلاط يتعصروا. عايزاهم ناعمين جدا جدا جدا، نعموهم على قد ما تقدروا. ولو وما نعموش معاك او حط لهم معلقه ميه في الخلاط هينعموا معاكي بالطريقه دي. تمام، وبعد كده هنحط عصره ليمونه او ليمونه كبيره. تمام، لان الليمون بيبقى حلو قوي، بيحوش اي زفاره في البانيه. تمام، وبيديله طعم مزازه كده وطراوه حلوه قوي قوي. تمام، وهنبتدي بقى نحط عليه كمان معلقتين من الخل او معلقه حسب الكميه اللي عندك. انا حطيت هنا معلقه لان ده نص كيلو، ونص معلقه صغيره من الكركم او الكاري المتوفر عندك حطيه، وهنا ربع معلقه صغيره شطه. تمام، وهنحط كمان نص معلقه صغيره بابريكا. ممكن تحطي بابريكا حاره لو بتحبيه حر قوي. تمام، هي دي بارده. تمام، وعندي هنا نص معلقه صغيره فلفل اسود. تمام كده، ونص معلقه صغيره ملح. وعندي بقى زبادي، معلقتين من الزبادي او الرايب. ولو ما عندكيش الزبادي او الرايب استبدليها بنص معلقه من بنص كوبايه من الحليب. تمام، بس الزبادي والرايب بيديله طراوه جميله جدا جدا. هي دي البهارات بتاعتنا، وكمان هو البانيه عباره عن ملح وفلفل اسود بس. تمام، مفيش اكتر من كده. عايزه تزودي توابل بقى زودي، بس التوابل ديت بتديله طعم جميل جدا جدا، وكتر الافتكاسات مش بتدي يعني نتيجة كويسة قوي. تمام، وديت رشة زعتر اختياري. تمام كده، اللي انت عايزة تضيفيه ضيفيه، بس البهارات دي بتديله نتيجة حلوة قوي قوي. جربيها بطريقتي مش هتندمي. هنمسك بقى البانيه ندعكه كويس قوي في التتبيلة ديت. تمام، وبعد كده عندنا بيضة. تمام، ورشة فلفل اسود ورشة ملح. وممكن عشان تفك البيضة ديت يا بمعلقة حليب، لو مش ما عندك معلقة حليب ممكن تفكيها بمعلقة معلقة من المية. تمام، المتوفر عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على حاجة. انا هنا فكيته بمعلقة من المية. تمام، وهضيفها على البانيه. ما تستغربيش من التركة دي بتنجز معاكي وبتوفر عليكي كتير جدا جدا، دربكه كتير ووعي كتير. احنا بدل ما نعمل طبق بيض وطبق دقيق وطبق بقسماط، لا احنا هنختصر على نفسنا كتير. وانا جربت البانيه بطرق كتير قوي قوي، هي الطريقه دي اللي بتديني نتيجه افضل وكمان سريعه، وما بتعملش معايا دربكه كتير ولا وعي كتير، وجميله جدا وهتوفر عليكي وقت ومجهود. تمام كده، دلوقتي هنسيبه بقى من معاكي من ليله كامله، اقل حاجه ساعه في التتبيل. انا سبته 6 ساعات. تمام، لو في الشتاء سيبيه على الرخامة وغطي عليه، لو في الصيف حطيه في التلاجة. تمام، انا سبته على الرخامة جنبي عادي. قعدته في التتبيلة دي 6 ساعات، احنا في الشتاء طبعا. تمام كده، وغطي عليه بس اهم حاجة، وسيبيه بقى براحته في التتبيلة دي. كل ما تقعديه في التتبيلة اكتر كل ما يديكي نتيجة افضل وطراوة. عندنا هنا طبق فيه بقسماط، وهنحط عليه معلقتين من الدقيق، وهنتبله بقى بملح وفلفل اسود وشوية بابريكا. بس كده، مفيش اكتر من كده. تمام كده، زي ما انت شايفه. يلا حبيبتي، صلي على النبي واذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. دلوقتي بقى هنشيله من التتبيله ننفضه، وبعدين لو عليه تتبيله لسه بواقي تتبيله عادي خالص، مش هيعمل معاك اي حاجه ولا يخليه يفك ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه بس تضغطي عليه في البقسماط كده، زي ما انت شايفه، تضغطي البقسماط عليه كويس قوي قوي اهوت. هنتبلهم كلهم ونفردهم على صينيه كده. اهم حاجه تحطهم جنب بعضهم، ما تحطهمش فوق بعض عشان ما يرطبوش والطبقه تطلع منك ويبقى شكلهم مش كويس زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى احنا لا هنحطه في التلاجة ولا هنسيبه في الفريزر، هنحمر على طول. تمام، زي ما بقولك كده، ما تستغربيش، انا شفت طرق كتير ودي الطريقه كويسه. ما تحطوش في التتبيله في التلاجة ياخد وقته، ولا في الفريزر، لا حمري على طول على زيت سخن على نار متوسطة. تمام، وما تكتريش الزيت، لان برضو لو كترت الزيت ده بيخليه يفك وميبقاش كويس. يا دوبك الزيت مغطي الطبقة اللي تحت.
تمام. صدقيني جربيه بالطريقه دي مش هتندمي. اول ما ياخد اللون الذهبي من تحت هتقلبيه على الناحيه التانية. ولو الزيت بتاعك جه فيه هريه او اي حاجه نضفيه، مفيش خلاص. استمر في التحمير. تمام كده. يلا حبيبتي انزلي حطي لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. زي ما انت شايفه نار متوسطه، الزيت سخن، ما تحطوش في زيت بارد عشان الطبقه ما تفكش منك. تمام. زي ما انت شايفه واخد لون جميل ازاي ومقرمش وجميل جدا. شوفي الطبقه ما بتطلعش معايا وباين ان هو مقرمش. لو اقدر اسمعك صوت كنت سمعتهولك. جميل جدا جدا جدا. دلوقتي بقى ناخد قطعه كده ونقطعها معانا ونشوف قد ايه الطبقه متماسكه من جوه. هو لسه سخن على فكره، لو هو كمان كان بارد كان هيبقى متماسك عن كده كمان. اهوت زي ما انت شايفه قد ايه الطبقه متماسكه عليه وجميله جدا ومش فكه وطري وجميل جدا ومستوي معانا. يلا حبيبتي حط لايك. مع السلامه.